معلش اسمع لي اللي هيتقال دلوقتي وحاول تمسك نفسك. انا زوجة تانية، انا كنت مطلقة وعندي 4 اولاد. المهم قابلت واحد حبيته، ارتبطنا ببعض، اتعلقنا ببعض، اتجوزته، وكنت انا الزوجة التانية. الست بتقول انها كانت في البيت بتاع طليقها اللي هو ابو اولادها كحق تمكين، ولا كانت بتدفع ايجار ولا كهرباء ولا ميه، كله كان على حساب طليقها ابو الاولاد، وهي طبعا متزوجه من غيره. كنت ساكنة في بيتي، كنت لا بدفع ايجار ولا كهرباء ولا ميه ولا حاجة، لانه كانت الشقة على حساب ابو ولادي، فما كنتش غرمانة حاجة. زوجها التاني ده بقى اللي بالمناسبه متزوجاه بدون علم مراته على مراته الاولانيه، طلب منها انها تنقل من بيت طليقها اللي ما بتدفعش فيه اي حاجه وكله على حساب ابو اولادها لبيت قريب منه علشان تبقى جنبه يعني. فضل يزن على دماغي بعد ما اتجوزنا، لازم تيجي تقعدي جنبي، لازم تيجي تقعدي جنبي، لازم ابقى جنبك، لازم مش عارف ايه. نقلت. اسمع لي بقى الحادث الاكثر غرابه على الاطلاق. مرة منزل بوست على فيسبوك، عملت له عليه لاف، واحدة دخلت قالت لي انت مين؟ وعاملة لاف على البوست بتاع جوزي ايه؟ مين؟ اتاريها واحدة تالتة متجوزها عليا. انتوا متخيلين معايا؟ واحدة قررت انها تتجوز واحد متجوز بدون علم مراته الاولانية وتعيش معاه، قام مغفلها زي ما غفل الاولى واتجوز عليها التالتة عرفي. انا ما كنتش عارفة، افتكرتها مراته الاولانيه، قلت لها لا مش انا، ظهر حد من الولاد. من هنا لهنا اثبتت لي انها مراته. ايه بقى تتحط في نفس الموقف اللي حطت فيه الزوجه الاولانيه، ولكن الزوجه الاولانيه لسه ما عرفتش. قامت خناقه ما بينهم بسبب انه اتجوز عليها الثالثه. من هنا لهنا وجيت وبعت له رسايل والكلام ده كله، واتخانقت معاه وشتمته، وراح عامل لي بلوك. انت تتجوزني انا على غيري، انما تتجوز عليا غيري لا مش هسمعها. المهم بعد كده طلبت منه الطلاق بعد سنه من المماطله. ويرجع ويماطل ويجادل لمده سنه، لا انا هطلقها، لا انا هطلقها، ولا بيطلق ولا بيعمل. في العاده لما كنت بطلب منه في اي خلاف طلقني، ما كانش بيقبل يطلقني. المره دي لما جيت اقول له طلقني وافق، علشان لما يروحوا عند المأذون يحصل اللي هتسمعه ده. رحت عند المأذون، اما شفته قدامي انهارت وتعبت طبعا، واغمى عليا وقعت، فضلوا يهدوا فيا ومش عارف ايه الكلام ده. والله انا بحبك، والله انا عايزك، انا متمسك بيكي. المهم بعد ما وافقت على قراره انها تنقل مره تانية من البيت اللي قريب منه لبيت بعيد. دي بتهددني وهتعرف مراتي الاولانيه، ارجوكي انقلي من مكانك روحي مكان تاني، عشان هتفضحني عند مراتي الاولانيه وماسكه عليا الدنيا وبتهددني. بعد ما لا كنت بدفع ايجار ولا كهرباء ولا بتاع، اضطريت ان انا انقل من الشقه عشان قال لي لازم تمشي عشان بتهددني. اتصرفي في فلوس النقل والايجار وانا في رقبتي هسدها لك. قام عامل عليها اقوى ريمونتادا وقام مطلقها غيابي. والله زي ما هتسمع كده. اكد ان انا نقلت، طلقني غيابي، لا خدت مؤخر ولا خدت مستحقات، والناس بتطالبني بالفلوس اللي قال لي استل فيها وتصرفي فيها عشان النقل، وانا ما عنديش شغل ومش عارفه اعمل حاجه. اللي خلاها عرفت انها اتطلقت غيابي انها بالصدفه بتكلم اخته علشان تشتكي له من اخوها، فقامت قايله لها بنت انت بتشتكي من ايه؟ ده اخويا اساسا مطلقك غيابي. في حد من اخواته عارف انه متجوزني، كلمتها، حرام عليه الظلم اللي هو ظلمه ليا، وحرام عليه مش عارف ايه. قالت لي ده طلقك، طلقني، واتفاجئت فعلا بالطلاق الغيابي بدون سابق انذار. الست كمان بتقول انه كان بيقول لها ان الراجل اللي يسيبك ده راجل غبي. عشت معاه 10 سنين، كنت يعني كان تاج على راسي، ما اهنتوش ما بهدلتوش، وكان بيقول لي الراجل اللي يسيبك يبقى راجل غبي. الاغرب من كل ده بقى ان الزواجه الثالثه اللي هي العرفي لسه مستمره الى الان، وبرضه الزوجه الاولى لسه مستمره الى الان، لكنه طلقها هي. وجوازته من الست التانية جوازة عرفي وهي لسه على ذمته، انما طلقني انا. قولوا لي اعمل ايه؟ ونهت كلامها بطلبها من الناس انهم يساعدوها ويقولوا لها تعمل ايه وليه الظلم والغدر ده، خصوصا بعد 10 سنين جواز عرفت في ال11 انه ظلمها وغدر بيها. قولوا لي انا نفسي يسد لي الفلوس اللي انا مديونه بيها عند الناس، يديني حقي بما يرضي الله. ليه الظلم؟ قولوا لي اعمل ايه؟ لو وصلت معايا للجزء ده ما تنساش تقول لي رأيك ايه في اللي حصل وفي اللي سمعته، وتفتكر مين فيهم غلطان، الزوجة التانية اللي وافقت انها تعيش مع زوج 10-11 سنة بدون علم زوجته الاولانية، واللي زعلت لما عرفت انه اتجوز عليها برغم انها لو كانت حطت نفسها في مكان الاولى ما كانتش زعلت اصلا، ولا الغلط عند الزوج علشان الست دي اللي طلبت المشورة يعني تبقى عارفة. وهستنى رأيكم تحت الفيديو. بس كده.